السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد بخصوص الخبر اللي راج هاد الايام على الوفاة ديال حارس الامن اللي كانت تضرب في احداث الشغب ديال النهائي. كنبغي نطمئنكم ان هاد الخبر مجرد اشاعة ما عنده حتى اساس من الصحة. السيد خرج بوجه مكشوف باش يطفي النار ديال الاشاعة اللي خلعت عائلته والناس اللي كيعرفوه. اكد انه باقي على قيد الحياة والحمد لله، وانه في اللحظة اللي كيهدر فيها كاين في المحكمة الجنائية باش يتابع الحق ديالو القانوني ضد الناس اللي تسبوا ليه بهذا الاذى. حكى السيد بمرارة على شنو وقع ليه نهار الماتش. قال بلي كان كيدير خدمته كأي سيكوريتي، كيحاول يرجع الجماهير لبلاصتها ويحافظ على النظام، حتى تفاجأ واحد الشخص لاح عليه قطعة حديدية ثقيلة بزاف والميزان ديالها كيوصل حتى 11 كيلوغرام. وهاد الاحتداث جاتو مباشرة في الوجه ديالو، وقال بلي رضاة الوالدين هي اللي نجاتو من الموت، حيت كون كان جاتو وسط الراس كون كانت النتيجة كارثية. يوضح بلي راه كيتخذ الاجراءات ديالو كاملة وعنده جلسة نهار 29 في شهر يناير، وبغى يشكر الشركة اللي خدم معها حيت واقفة جنبه وحتى السلطات اللي متبعين معاه هاد الملف. اكد بلي راه عنده شواهد طبية كتبين حجم الضرر اللي تعرض ليه. الحارس وجه رسالة قوية، قال بلي هو باغي غير حقه والتعويض على هاد الضربة اللي خلت ليه اثر كبير في وجهه، ومحتاج يدير عملية تجميلية باش يرجع كيف كان. وفي الاخير طمأن المغاربة وقال بلي اهم حاجة هي الصحة، وانه الحمد لله خرج منها مزيان وباقي واقف على رجليه رغم كل شيء. خلاصة السيد حي يرزق وباقي كيقاوم باش ياخد حقه بالقانون، وكيطلب من الناس ما يبقاوش يثيقوا باي اشاعة كيشوفوها في السوشيال ميديا بلا ما يتاكدوا. كانت هذه هي الحقيقة الكاملة بخصوص الإشاعة اللي كتروج على الوفاة لحارس الأمن الخاص. وكيف ما شفتوا السيد راه حي يرزق وكيتسنى غير حقه والعدالة تاخد المجرى ديالها. كنتمنى هذا الفيديو يكون وضح لكم الأمور. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، شكرا لكم على المتابعة، نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.